الأسطورة اليونانية القديمة اتولد شاب اسمه نارسس. كل اللي قبله وقعوا في حبه، حتى الآلهة نفسها. بس نارسس محبش حد فيهم لحد ما جه اليوم ده لما نيمسيس آلهة الانتقام استدرجت نارسس. لقى قدامه بحيرة ميتها صافية وشاف وشه، همس لنفسه: أنا أجمل مخلوق في الدنيا. صوابعه لمست المية، الصورة اهتزت واختفت. استنى المية ترجع تهدى تاني، قامت الصورة رجعت. ومن اللحظة دي نارسس ما قامش من مكانه، فضل قاعد جنب البحيرة، عينيه متعلقة بالصورة، مش قادر يبعد. جسمه بدأ يدبل، كان لسه شايف الكمال في المية. وفي يوم مد نارسس ايده للمرة الأخيرة. مات نارسس وهو بيحاول يحضن صورته. ولما الآلهة نزلوا ياخدوا جسمه ما لقوش حاجة، لقى مكانه وردة بيضة راسها منحني لتحت ناحية المية، بتدور على انعكاسها لحد النهاردة. اهلا بيكم. خلينا نتكلم بصراحه. النرجسيه مش حب النفس او الانانيه. النرجسيه انك تحب صوره مزيفه عن نفسك، نمط ثابت من الشعور بالعظمه، الحاجه المستمره لاعجاب الناس وغياب التعاطف مع الاخرين. انتبه بس، مش كل حد بيحب نفسه يبقى نرجسي. الواثق من نفسه بيعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، بيقدر يعترف باخطائه، بيفرح لنجاح الاخرين، ومش محتاج يقلل من حد عشان يحس ان هو كبير. اما النرجسي فشايف نفسه الافضل دايما، ما بيعترفش بالخطأ ابدا. الخطأ دايما غلط الاخرين، بيحسد ويغار من اي حد بينجح، عايش في حرب مستمرة عشان يثبت انه احسن من الكل. طيب ازاي الانسان بيوصل للمرحلة دي؟ الحقيقة المؤلمة ان النرجسية في اغلب الاحيان بتبدأ من الطفولة. الدكتور اوتو كيرنبرغ، واحد من اشهر المتخصصين في الاضطرابات الشخصية، بيقول ان النرجسية بتتشكل لما الطفل يعيش في بيئة من اتنين. اول حاجة الاهمال العاطفي الشديد. لما الطفل يحس ان هو مش مسموع، مش متشاف، مش موجود في عين اهله، بيبني جدار دفاعي ضخم كتبرير لنفسه، يقول له انا مش محتاجهم، انا كفاية لوحدي، انا احسن منهم. والبيئة التانية هي البيئة اللي بيبقى فيها الدلع، التدليل المبالغ فيه. على الجانب التاني لما الاهل يعاملوا الطفل ان هو مميز احسن من باقي الاطفال وانه ملوش زي، ومن غير ما يعلموه التواضع او التعاطف مع الاخرين، الطفل بيكبر وهو فاكر ان العالم كله بيتمحور حواليه. دراسة من جامعة امستردام في هولندا نشرت في 2023 ان الاطفال اللي اتعاملوا على اساس انهم استثنائيين بشكل مبالغ في الطفولة كان عندهم احتمالية اكبر بنسبة 73% ان هم يطوروا سمات نرجسية في سن المراهقة. بس خلي بالك، النرجسية مش بس مشكلة فردية، دي مشكلة ثقافية واجتماعية. المجتمع نفسه بيصنع النرجسيين. بص حواليك، السوشيال ميديا بتعلم الناس يعيشوا حالة من الفاليديشن او اعجاب ناس ما تعرفهاش. الافلام والاعلانات بتقولك طول الوقت انت مميز، انت تستحق الافضل. ونظام التعليم بيركز على المنافسة والتفوق بدل التعاون. حتى العائلات بتربي اطفالها على انك لازم تبقى الاول. لو وصلت معانا لحد هنا وبتسأل نفسك هو انا نرجسي، او اكتشفت انك بتتعامل مع حد نرجسي، اضغط لايك واشترك في القناة، لاننا هنكمل ونفهم ازاي تتعامل مع الموضوع ده وبشكل صحي. في 4 علامات تعرفك على طول وبسهولة انك بتتعامل مع شخص نرجسي. اول حاجة، دايما هو البطل في كل قصة. النرجسي فعلا لا يتواصل عاطفيا، هو بيستنى دوره عشان يتكلم عن نفسه. لو حكيت له عن مشكلة عندك هيقولك انا كمان مرة حصلت لي حاجة اسوأ، ويبتدي يتكلم عن نفسه وصوالاته وجولاته. تاني حاجة، بيبقى عنده مشكلة في النقد. اي نقد حتى لو بناء بيتحول لهجوم شخصي عليه. النرجسي بيشوف اي ملاحظة عليه على انها تهديد للصورة المثالية اللي بناها عن نفسه. تالت حاجة، هيستغلك عاطفيا. علاقتك معاه دايما من طرف واحد، انت اللي بتدي وهو اللي بياخد. ولما تطلب حاجة بسيطة بيحسسك انك اناني. النوع ده من الاستغلال العاطفي اسمه نارسيسستيك سبلاي او الدعم النرجسي. الواحد من دول محتاج يفضل ياخد اعجاب واهتمام من كل اللي حواليه عشان يعرف يحافظ عن الصورة الزائفة اللي رسمها عن نفسه. ورابع حاجة، مفهوم اسمه الجاز لايتنج. يعني ايه الجاز لايتنج؟ يعني ممارسة التلاعب النفسي عشان يخلي الشخص يشك في سلامته العقلية او في ذاكرته او في قدرته على التفكير. الجاز لايتنج اسلوب نفسي خطير جدا، بيستخدمه النرجسيين عشان يسيطروا على اللي حوالين منهم. بيخليك تشك في نفسك، في ذاكرتك، في مشاعرك. زي لما بيقول لك انا ما قلتش كده، او انت بتبالغ قوي، او انت حساس بزيادة.
بزيادة. النرجسي شخصية خطيرة جدا، لازم تاخد بالك منها وتعرفها. طيب ازاي تتعامل مع شخص نرجسي؟ الحقيقة المرة ان النرجسي نادرا جدا ما بيتغير، لان عشان يتغير لازم يعترف ان عنده مشكلة، والاعتراف بالمشكلة ده بيتعارض مع الصورة المثالية اللي هو بنيها عن نفسه. بس انت تقدر تحمي نفسك بانك تحط خطوط وحدود واضحة. ما تسمحش للنرجسي انه يستغلك، قول لا من غير ما تحس بالذنب، وما تدخلش في معارك فارغة. النرجسي عايش عشان يكسب كل جدال. ما تحاولش تقنعه ان هو غلطان، مش هتنجح. حاول تتجنب المواجهة المباشرة عشان وقتك وطاقتك مهمين جدا بالنسبة لك، وما تاخدش الامور معاه بشكل شخصي. تصرفات النرجسي ملهاش علاقة بيك، ليها علاقة بس بجروحه النفسية اللي مش قادر يواجهها. واطلب المساعدة. لو انت في علاقة توكسيك سامة وبتأثر على صحتك النفسية، دور على المساعدة. التأثير النفسي اللي بيسببه التعامل مع نرجسي حقيقي بشكل دائم ما بيبقاش بسيط، وما ينفعش تتهاون معاه. اما لو انت بقى اللي نرجسي فانت لازم تنتبه، واصعب خطوة عندك هي الاعتراف. انت قاعد دلوقتي ممكن تكون بتسمعني وحاسس بدفاع جوه منك، وبتقول لنفسك انا مش نرجسي، الناس اللي مش فاهماني. لو انت بتحس بكده دي اول علامة. العلاج ممكن لكن صعب. اول حاجة لازم تعترف ان عندك مشكلة، مش عيب مش ضعف، دي شجاعة. وتعلم تسمع فعلا من غير ما تفكر في رد او تقارن نفسك باي حد. واعرف ازاي تبقى راضي. اكتب كل يوم 3 حاجات انت ممتن ليها في حياتك، حاجات ما لهاش علاقة بانجازاتك او بمظهرك. ومارس التعاطف مع الناس، حاول تحس بمشاعرهم، حاول تحس بيهم. اسأل نفسك فلان حاسس بايه دلوقتي، فلانة بتفكر في ايه دلوقتي. وفي النهاية النرجسية مش بالاختيار، دي نتيجة جروح قديمة، نتيجة مجتمع بيمجد الفردية والتنافس، نتيجة ثقافة بتعلمنا نقيس قيمتنا بآراء الغرباء. القوة الحقيقية مش ان الواحد يبقى شايف نفسه احسن من الكل، القوة الحقيقية في انك تبقى انسان حقيقي بضعفك وقوتك، بنجاحك وفشلك. والسؤال هنا، هل انت بتحب نفسك الحقيقية ولا بتحب الصورة اللي عايز الناس تشوفها عنك؟ وشاركنا برأيك، هل سبق وتعاملت مع شخص نرجسي؟ ولو عندك نصيحة اكتبها عشان نستفيد كلنا. ولو الحلقة عجبتك دوس لايك وفعل الجرس عشان نشوفكم الحلقات اللي جاية. وسلام.